اللهم إني تجردت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنعمل السينابون بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادي كمان، ما شاء الله حلو جدا زي ما انتم شايفين، سهل وسريع وبسيط. على بركة الله هنبدأ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. توكلت على الله، وفي البولة بتاعتي كده هنزل بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكمان واحدة لأن أنا هعمل كيلو وربع من الدقيق. كده حطينا معلقتين كبار من الخميرة الفورية، عليهم هننزل كمان بمعلقتين كبار أو 3 معالق كمان من السكر، ممكن تخليهم 4 مفيش مشكلة خالص. هننزل بكوبايتين من المية الدافية، لازم تكون المية دافية علشان الخميرة بتاعتك تتفاعل وتشتغل على طول. معلقة كبيرة مليانة من اللبن البودرة، ممكن تستغني عنه لكن هو بيدي تست حلوة جدا، وكمان بيعلي القيمة الغذائية بتاعة العجين بتاعنا. هسيبه دقيقتين كده عشان اتأكد ان الخميرة بتاعتي بدأت تتفاعل. ودلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم هنزل بكيلو من الدقيق على خليط السوائل بتاعنا. انا معايا هنا الوزن بتاعه اهو كيلو صافي، تمام. بعد كده هنزل بكيس من البيكنج باودر. البيكنج باودر بيخلي العجينة بتاعتك هشة جدا جدا، وقوامها حلو قوي ما شاء الله يعني، وبتساعد الخميرة كمان. هضربهم مع بعض، وفي الوقت ده هنزل بقى بمعلقة كبيرة مليانة من السمنة، بتديها ريحة وقوام حلو قوي. ومعايا هنا بقى شوية المية، لقيت العجينة يابسة شوية، ضفت حوالي 3-4 معالق من المية الدافية وكملت عجن. وبعدين هلم العجينة بتاعتي بمعلقتين كبار من الزبدة. الزبدة بتخلي العجينة لينة جدا وطرية، وبتبقى ناعمة وملمسها زي الملبن ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. ده القوام بالظبط اللي انا محتاجاه. هاخدها كده وهفضل اعجن فيها كمان بتاع 10 دقايق مثلا بايدي، عجن كويس قوي قوي عشان انشط الجلوتين اللي فيها. وبعدين هسيب العجينة وهبدأ أغطيها، هسيبها مثلا نص ساعة لحد ما تخمر، على حسب درجة الحرارة عندك برضو. هنا بعد ما عدى عليها تقريبا نص ساعة أو أقل من نص ساعة شوية، الجو كان حر عندنا هنا، فبقت ما شاء الله زي ما انتوا شايفين تضاعف الحجم بتاعها، وما شاء الله العجينة ناعمة جدا وبتمط معايا، اتعجنت كويس قوي قوي قوي. على الرخامة بقى هبدأ أعمل إيه؟ هعمل الخلطة اللي احنا هنحشي بيها. هحط شوية سكر كده مش بمقدار معين، وعليهم معلقة كبيرة مليانة من القرفة، وعليها معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، اللي هو الأسباني أو الهولندي، أي نوع من الاتنين دول. بصوا تاخدوا بالكم في المعلقة هتلاقوا في نصها فاتح ونصها غامق، عشان ده نوعين كاكاو كانوا عندي، حلوين جدا جدا ما شاء الله. ودي الزبدة اللي هنعمل بيها خلطة التوريق. الزبدة لازم تكون لينة كده عشان تقدري تفرديها. الرخامة بتاعتك نضيفة طبعا، همسح عليها بمسحة زبدة كويسة كده عشان أفرد عليها العجينة. وهجيب العجينة كده بسم الله الرحمن الرحيم، وأبدأ أبططها وأفردها بالمردنة أو بالنشابة أو حتى بإيدك لو ما عندكيش. وبعد كده هفردها كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده، مستطيل كده كويس. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم هنجيب الزبدة بتاعتنا، ونبدأ نفرد الزبدة على كل العجين اللي احنا فردينه قدامنا ده. خلاص كده هنجيب بقى ايه الميكس اللي احنا عملناه من الكاكاو الخام والقرفة والسكر، وهبدأ افرده كده زي ما انتوا شايفين، وهضغط عليه بايدي علشان امسك العجينة اوي. اظبط بس ايدي كده واشطفها وارجع اقفل الرول. انا بقفل الرول من الاول وبضغط لتحت عشان العجينة تمسك، يعني الرول يمسك نفسه، يبقى شكلها حلو من جوه. بعد كده هقفلها كلها وهاجي في الاخر وهقرصها كده علشان ما تفتحش مني ولا تفك. ونجيب السكينة ونقطع أحجام متساوية على حسب بقى، عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة عايزاها وسط، اللي يريحك، ولكن المقاس ده كويس جدا جدا إن شاء الله. بعمل ايه بقى؟ أنا بجيب الحرف كده وبقفله من تحت علشان لما تستوي ما تكرملش من تحت وتحرق الصينية بتاعتك. هعمل كل الكمية بنفس الشكل وهضغط من النص علشان لما تخمر وتعلى ما تبقاش شكلها وحش، يعني تلاقيها البوزة بتاعتها قبل فوق كده وشكلها وحش، فاحنا بنضغط الضغطة دي عشان كلها تبقى متساوية مع بعضها. نكمل باقي العجين بتاعنا بنفس الشكل. فردت العجينة وعليها الزبدة وعليها طبقة السكر والكاكاو والقرفة، وهبدأ كده زي ما انتم شايفين احط العجينة وانا بقفلها بضغط، وبعد كده اكمل قفل الرول عادي زي ما انتم شايفين. الموضوع سهل وممتع جدا فوق ما تتخيلوا. ابرمها كويس قوي 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 زي ما انتم شايفين كده. بعدين هجيب الطرف اللي في النهاية ده، هقرب بس للكاميرا، وبعدين أبدأ أقرص كده من تحت الطرف ده، هبدأ أقرصه كده مع الرول نفسه، وهديله لفة كده علشان لما ترتاح وتخمر تاني ما يفكش منك.
زي ما انتوا شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. طول ما انت شغالة اذكري الله، استغفري الله، اقري قرآن، يعني ما يتيسر ليكي من القرآن، يعني اللي انت حافظاه قوليه. والله العظيم بتملى الأكل بركة، وبتلاقي الموضوع ممتع جدا، وربنا بيصحي لك الحاجة اللي بتعمليها. خلصنا كل الكمية اللي معانا، هجيب الصينية بتاعتي هدهنها بالزبدة زي ما انتوا شايفين كده، أو بالسمنة، أي مادة دهنية يعني. هعمل بقية الكمية اللي عملتها، التقطيع الباقي زي الأولاني بالظبط، وهحطهم زي ما انتوا شايفين كده. طيب في حاجتين هنا، أنا لو عايزاها أعملها زي كيكة السينابون هقربهم من بعض واسيبها تخمر قوي قوي، هتبقى سايحة في بعضها كده. لكن لو انت عايزة كل واحدة لوحدها كده وماسكة نفسها شوية، مش هتسيبيها. يعني مثلا لو سيبنا دي خمرت نص ساعة، هنسيب التانية تخمر ربع ساعة مثلا. تمام. تدخل الفرن على درجة حرارة 200، وبتحمر على طول، ما بتاخدش وقت، اوقات بتاخد تلت ساعة، اوقات بتاخد ربع ساعة على حسب الفرن بتاعك. اول ما بتخرج بغطيها كده علشان تفضل طرية معايا بقى. هنا صوص شوكولاتة اقتصادي خالص انا عاملاه في البيت وفي الخلاط. بحط حوالي نص كوباية سكر على نص كوباية كاكاو على ربع كوباية من اللبن الحليب، رشة فانيليا ورشة ملح. دي اللي انا بقول لكم عليها، اللي هي لما تسيبيهاش تخمر كتير، يا دوب ترتاح 10 دقايق مش اكتر من كده. بتدخل الفرن، بتطلع زي ما انتوا شايفين، القوام بتاعها متماسك، شكلها ما شاء الله بيبقى حلو قوي قوي. لكن التانية بتبقى سايحة كلها في بعضها، تحس ان انت شايفة كيكة سينابون. هصب هنا عليها صوص شوكولاتة، انا مش مكترة لان بصراحة هنا محدش بيحب صوص شوكولاتة قد كده، انا عاملاها على قد الاطفال اللي موجودين، والباقي ده بقى الكبار اللي بياكلوه. يعني محدش بيحب الحاجة المسكرة زيادة عن اللازم هنا. فطبعا السينابون معروف بالصوصات بتاعته، فانت بقى ابدعي بقى، صوص كراميل، صوص شوكولاتة، الصوص الابيض، زي ما انت عايزة. انت كده خدتي الاساس، وكملي عليه وجودي بقى زي ما انت حابة. وهو على فكرة يا جماعة لو اتاكل كده من غير أي صوص، والله بجد طعمه في منتهى الروعة، وريحته ما شاء الله قوية جدا جبارة. القرفة مع الكاكاو مع الزبدة، وريحة العجين نفسه في البيت ما شاء الله، حاجة كلها خير ودفى. دي اللي أنا عملتها زي الكيكة اللي أنا سبتها خمرت قوي عشان تسيح في بعضها وتدي الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا ما شاء الله، يعني طرية جدا. أنا هنا مش قادرة أوضح قد إيه إن هي طرية، وطعمها حلو ما شاء الله. بصوا التوريقة بتاعتها. هحاول افتح لكم السينابون على قد ما اقدر، وهوريكم كمان التسوية من تحت ومن فوق. المعجنات اللي بتبقى فيها خميرة دي، لما تبقي حباها تبقى طرية، بتخلي درجة الحرارة بتاعتك على 200، وما تقلليهاش عن كده علشان ما تنشفش معاكي. الحاجات اللي فيها خميرة بتبقى داخلها هوا، فدرجة الحرارة لما بتهدى بتخرج كل الهوا ده، فبالتالي بتخليها ناشفة مقددة كده. فاحنا بنعلي درجة الحرارة على أي معجنات احنا عايزينها تبقى طرية معانا، علشان تستوي بسرعة، ما تبخرش كل السوائل اللي جواها. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله، منظرها تحفة عامل ازاي. دي التانية اللي انا سبتها خمرت حوالي 10 دقايق مثلا، ارتاحت بس مش اكتر. اللي انتوا شفتوها اللي قبل دي على طول، دي اللي انا سبتها خمرت كتير عشان تسيح في بعضها. دي بقى اللي انا سبتها يا دوب ارتاحت مش اكتر من كده، وكملتها تسوية برضو على درجة حرارة 200 على حسب الفرن بتاعك. هي بتحمر من فوق ومن تحت على طول، ما بتاخدش وقت خالص ان شاء الله. برضو نفس صوص الشوكولاتة اللي انا قلت لكم عليه، انا بضربه في الخلاط، بصب كده شوية، وخلاص بتشربه على طول وهي سخنة. كملي بقى براحتك، انت شوفي انت عايزة تعملي ايه، وحطي بقى مكسرات على الوش، سوداني، زبيب، جوز هند، اي حاجة. الموضوع مرن جدا وياكي. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اسيبكم في رعاية الله وامنه، ونختم بالباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.